طال دقائق بل ثواني، بأحداث النهاية تهن دنيا الأماني. ففي دار البقاء نعيمي أو شقائي، ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين. وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه كثير من الخلق عن رب الأرض والسماوات، وانشغل كثير من الناس عما هو آت، وظن الإنسان أن الدنيا تنتهي بالموت وأن الحياة تنتهي بالموت، ونسي كثير من الخلق أنهم سيعرضون على خالق الخلق جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا زلت أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة، وما أكثر هذه العلامات، وما من علامة أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تركزوا معي الليلة أيها الإخوة والأخوات في هذه العلامات التي ذكرها رسول رب الأرض والسماوات. وبسرعة، روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا ينطق عن الهوى. الحديث مرة أخرى، اسمع ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. يا الله. طيب، واحدة واحدة. العلامة الأولى في هذا الحديث
تقارب الزمان. يعني ايه؟ يعني ايه حتى يتقارب الزمان؟ طيب هفسر لك المعنى ده بكلام آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل وأروع أن يكون كل كلامنا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، خلي بال حضرتك، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. لا لا لا، تاني ركز كده وانتبه يا أختاه. ماذا قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. طيب ازاي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، كالأسبوع يعني، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، يعني كاحتراق ورقة نخيل. ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقعت العلامة، الكل عمال يقول أيوة والله وقعت فعلا يا شيخ. الله، ده احنا لسه صايمين رمضان من أيام قليلة، الوقت بنقول خلاص أوشك رمضان على الرحيل والانتهاء. فتكون السنة كالشهر. السنة اللي فاتت لسه رمضان العام الماضي، أنا شاعر أنه كان قريبا جدا، وحضرتك شاعر بكده، وأنت أيتها الكريمة تستشعرين هذا المعنى تماما. محدش بيقدر يعمل حاجة دلوقتي يا إخوانا. يعني يخرج الموظف أو صاحب المكتب أو صاحب العمل أو صاحب الوظيفة، سبحان الله، بمجرد ما يخرج ويذهب إلى العمل يسمع أذان الظهر، بمجرد ما يفتح الأوراق ويبدأ يعمل أي شيء خلاص الساعة 3، الوقت انتهى، اليوم نفد. الله أكبر. السنة رمضان اللي فات أنا فاكر أنه كان قريبا جدا. طب رمضان ده النهاردة معقول النهاردة 18 يوم؟ مش ممكن أبدا. الأسبوع كأنه يوم، الجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة، سبحان الله. وبعدين اليوم مفيش، ساعة وانتهت. طب والساعة ولا شيء، كأن ورقة سقطت من نخلة احترقت وانتهت الساعة، انتهى الوقت. الله أكبر. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. طيب ليه هذا التقارب المذهل؟ للعلماء أقوال، وأهم هذه الأقوال التي يستريح إليها قلبي وعقلي معا: نزع البركة من الوقت. نزعت البركة، قلت البركة في الأوقات وفي الأعمال وفي الأعمار، قلت البركة. طب يا عم الشيخ، طب احنا ذنبنا ايه في دي؟ لا، احنا السبب. بتقول ايه؟ بقول احنا السبب في ضعف وقلة البركة وتقارب الزمان. ايوه يا عم الشيخ، البركة دي مش بإيدينا. لا، احنا السبب. ازاي؟ بذنوبنا ومعاصينا. طب الحل ايه؟ العمل. ممكن البركة تبرك مرة أخرى وتنزل مرة أخرى. أيوة. إزاي؟ بسرعة، بحاجتين اتنين: بالإيمان والتقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. خلي بال حضرتك من الجواب: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. منين؟ من السماء والأرض. الله أكبر.
مش بقول لحضرتك احنا السبب؟ الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات تنزل من السماء تخرج من الأرض. الأرض مليانة بركات، مليئة بركات، مليئة نعم. فيه ذهب، فيه فوسفات، فيه منجنيز، فيه بترول، فيه بركات نزل من السماء، فيه رحمات، فيه أمطار، فيه خيرات. نزعت البركة وضعفت البركة، ما تقدرش تعمل أي حاجة. لا عارف، لو عاوز تقيم الليل مفيش بركة في الوقت، لو عاوز توصل أرحام مفيش وقت، لو عاوز تأدي عملا أو وظيفة معينة مفيش وقت. نزعت، ضعفت البركة بشكل ملفت للأنظار. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمارنا، إلى أعمالنا، إلى كلماتنا، إلى أحوالنا، إلى بيوتنا، إلى نسائنا، إلى أولادنا، إلى أموالنا، إلى صحتنا وعافيتنا؟ إزاي؟ بالإيمان والتقوى يا أخوانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الإيمان مش كلمة، ما احنا عم الشيخ مؤمنين والحمد لله، أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإيمان. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. والتقوى يا الله ده التقوى دين، التقوى منهج. حضرتك ما بتصومش إلا عشان التقوى، لا تحج إلا من أجل التقوى، لا تتصدق إلا من أجل التقوى، كل العبادات من أجل التقوى. معقول؟ أيوة، الغاية من خلق الخلق هي العبادة. خلي بال حضرتك، الغاية من خلق الخلق هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت عارف حضرتك ان الغاية من العبادة هي التقوى؟ قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. إذا كانت الغاية من خلق الخلق، من خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار، بل وإنزال الكتب، بل وإرسال الرسل، إن كانت الغاية هي العبادة، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. يبقى إيمان وتقوى، تنزل البركات إلى الأعمار والأموال والأقوات. يبقى احنا السبب بذنوبنا ومعاصينا. ولو عدنا وتبنا إلى ربنا تبارك وتعالى لفجر لنا البركات من تحت أرجلنا ولأنزل علينا البركات من فوق رؤوسنا. يا الله، عند في الزوائد عند عبد الله بن الإمام أحمد وجد تمرة، حبة قمح بمقدار نواة التمرة. وجدوا حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار نواة التمرة. حبة القمح النهاردة يعني لا ترى بالعين المجردة، يعني ممكن ترى بالميكروسكوب لدقتها، يعني صغيرة جدا. كانت حبة القمح في زمن من الأزمان بمقدار نواة التمرة، نواة التمرة، وكتب تحتها: هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة. والبركة هتنزل تاني إن شاء الله، لا تيأس ولا تقنط، ستنزل البركة إن شاء الله. بس الكلام ده بقى في عهد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهتكلم عن المسألة دي بالتفصيل. وأنا أتحدث عن علامات الساعة الكبرى، عن نزول عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي وصف حتى الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء لونه إيه. النبي وصفه الثوب اللي عيسى هينزل به من السماء لونه إيه، وهينزل فين، وهينزل فين، وهيعمل إيه. البركة بقى هتنزل في هذا الوقت، وسأشرح ذلك بالتفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى. يبقى العلامة وقعت بصورة يعني تملأ قلبك بالحب والتصديق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا زي ما قلت لحضراتكم، أنا مش مجرد أن أنا بذكر العلامة وجري أو أذكر بأن دي علامة، لا إطلاقا، وإنما أنا أذكر العلامة وأبين أنها من علامات الساعة وقد وقعت كما قال المصطفى: ثم أشخص الداء لأحدد الدواء، لنغير. لأننا ما بتكلمش عن أحداث النهاية، إنما أتحدث عن أحداث النهاية لنحيي به دنيانا، لنحيي بهذا الحديث عن أحداث النهاية دنيانا. لأن النهاية لا تنتهي أبدا بالموت، وإنما بعد الموت بعث، وبدون عمل ملوش أي قيمة.
الإيمان العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. لا زال سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا يخرجون العمل من المسمى الإيمان أبدا أبدا. الإيمان يا أحبابي قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. خلي بال حضرتك، وعمل بالجوارح والأركان. أنا خلاص قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلبي مصدق بفضل الله جل وعلا ومليء بالتصديق بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. طيب ترجم بقى، ترجم هذا القول وهذا التصديق إلى عمل، إلى واقع. مش كلنا يحفظ لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. لابد أن تترجم هذا القول وهذا التصديق ترجمة عملية. قال سيد البرية صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. احنا بننسى التانية ليه؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإيمان قول وتصديق وعمل. خلي بال حضرتك كده من آيات القرآن الكريم دائما تأتي الآيات لتقرن بين العمل والإيمان. وبشر الذين آمنوا بس لا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات. الآيات إن الذين آمنوا فقط لا، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بل وقدم الله جل وعلا في آية فذة فريدة العمل على الإيمان ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل. فقال جل وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الله أكبر، يقدم العمل على الإيمان عشان يلفت أنظارنا إلى خطورة العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يتكلمون، لا، بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. لابد من العمل. بل وفي آية جميلة جدا في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى في آخر الآية: ونودوا، أي ينادى على أهل الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، مش بما كنتم تنظرون ولا تتفزلكون ولا تتكلمون إطلاقا. ما أيسر التنظير، ما أسهل الكلام، لكن القضية أن تحول هذا الكلام في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هي دي القضية. لن تسعد الأمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إن حولت هذا الإيمان النظرية والتصديق القلبية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كل في مكانه، كل في مجاله. احنا مش عاوزين الأمة تتحول كلها إلى دعاء على المنابر ولا إلى محاضرين في التلفزيونات ولا في الفضائيات إطلاقا، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله بالقول والتصديق والعمل على منبر الإسلام الكبير العظيم. كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه. أنت طبيب فلتبدع في مكانك، أنت مهندس فلتبدع في مصنعك، أنت تاجر فلتبدع في تجارتك، وهكذا كل في موقعه، كل في مجاله بقدر ما من الله تبارك وتعالى عليه من قدرات وطاقات وإمكانيات. شهادة من يكتمها ورب الكعبة آثم قلبه. لابد أن يشهد بها الآن كل مسلم لإسلامه ولدينه، ولابد أن تشهد بها الآن كل مسلمة لإسلامها ولدينها بالأقوال والتصديق والأفعال والأعمال. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. النبي عليه الصلاة والسلام يا الله بيقول لسيدنا بلال، تعرفين بلال مؤذن رسول الله، هذا العبد الحبشي الذي رفعه الإسلام إلى هذه المكانة السامقة وإلى هذه المكانة العالية، لنرد فقط على أولئك الذين يتغنون بالحريات والديمقراطيات، ولنقول لهم بأن الإسلام هو الذي ساوى بين الناس ولم يفرق بين سيد وعبد، وإنما جعل الكرامة للأتقياء. فقال جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر إلى بلال، النبي بيقول له إيه؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. يا الله، بيقول له: يا بلال حدثني
بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر. مش ممكن. بلال بن رباح، أيوة، اللي كان بيتعذب من في أول أمر الدعوة على رمال مكة الملتهبة وتوضع الصخور على صدره وينادي وبهذه الأنشودة العذبة الحلوة التي ملأت أسماع الزمان: أحد أحد أحد. بلال، النبي سمع صوت الحذاء بتاع بلال في الجنة. مش ممكن يا اخوانا. بإيه؟ بعمل. الرسول بيقول له حدثني بأرجى عمل. ايه العمل اللي انت بتعمله يا بلال عشان وصلك الى هذه الدرجة والى هذه المكانة، لدرجة ان انا سمعت صوت النعل بتاعك في الجنة؟ مش ممكن. دي قضية يعني حضرتك لو تدبرتها والله لطش عقله. بلال، لا، وصوت ايه؟ صوت الحذاء. عزك الله، صوت الحذاء. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت بين يدي دف، ودف بفتح الدال مش بضم الدال، فإني سمعت بين يدي دفن عليك في الجنة، أو فإني سمعت دفن عليك يعني صوتا عليك بين يدي في الجنة. يا الله. يقوم بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقول له: يا رسول الله، ما عملت عملا. شوف، عمل بسيط خالص، عمل يعني قد لا يخطر لكثير من أحبابي وأخواتي الفضلات الآن على بال. ويا ريت حضرتك يعني تكون عندك همة عالية كده عشان تستوعب العمل ده وتطبقه، لأن برضو القضية مش قضية تنظير، مش قضية كلام، مش الساعة ان انا بضيع وقت عشان اشغل وقت البرنامج. اسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. بلال قال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يا سلام. بس كده كل ما يتوضى يقوم يصلي اللي ربنا قدره عليه. بس ده اللي وصله إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن عملا أبدا. يعني ممكن يكون العمل في أعين الناس عظيما وعند الله حقير، ملوش أي وزن ولا قيمة لأن صاحبه لم يبتغي به وجه الله. وممكن العمل يكون عند الناس يكون في أعين الناس حقيرا تافها وهو عند الله عظيم لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم جل جلاله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قضية صدق في النية. ممكن تتصدق بجنيه واحد يسبق 1000 جنيه، يسبق مليونا من الجنيهات. أنك تشهد ربك سبحانه وتعالى أنك لا تملك إلا هذا الجنيه. ما تخافش أبدا ولا تيأس. المهم أن تكون صادق النية مع ربك تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا، أي على هدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وأنت تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة، وأن بغيا أي زانية من زواني بني إسرائيل قد دخلت الجنة في كلب. ديننا دين راقي، دين جميل، والله العظيم معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية، ولأتت محبة إلى سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة تدخل النار في قطة، وزانية تدخل الجنة في كلب. الله أكبر، الله أكبر. العمل. النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وحديثه في صحيح مسلم، بل كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الليالي، قال: فأتيته يوما بوضوئه وحاجته. حضرتك متصور معايا يعني النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم فوجد ربيعة قد أعد له ما يحتاج إليه، فكأن النبي أراد أن يكافئ ربيعة لفهمه وذكائه وفطنته. فالنبي بيقول لربيعة إيه؟ سل يا ربيعة، اسألني أنت عاوز إيه، اللي أنت عاوزه أعمله لك. الله أكبر. سل يا ربيعة. فقال ربيعة بن كعب رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله، معقول؟ فرصة. أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ طب مالكش أمنية تانية؟ قال: لا، هو ذاك.
هو ذاك، ماليش أمنية غير هذه الأمنية أو غير ذلك. قال لا، هو ذاك. طيب النبي تركه؟ ده بشر. النبي قال له سل، وسأله ربيعة. تركه رسول الله؟ أبدا أبدا، خلي بالك. وإنما قال له المصطفى فأعني على نفسك بكثرة السجود. اشتغل، أيوة اشتغل، لابد أن تعمل، لابد أن تصلي، لابد أن تكثر السجود، لابد أن تكثر من التضرع، لابد أن تكثر من القيام، لابد عمل، لابد تشتغل، لابد من أن تعمل. فأعني على نفسك بكثرة السجود. الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كان يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم. ملوش أي قيمة، ملوش أي قيمة. ارجع تاني معايا للحديث: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل. الموضوع طويل، قضية العمل موضوع طويل، لكن أنا مش عاوز أطول أوي، لأن العلامات كثيرة ولسه علامات كبرى ولسه أحداث الساعة إلى أن ندخل الجنة إن شاء الله جل وعلا. طب والعلامة الثالثة في الحديث الليلة دي، قال صلى الله عليه وسلم: ويلقى الشح. ويلقى الشح. ما هو الشح؟ الشح أشد من البخل. يا رب سلم. معقول البخل المرض الحقير الذميم الدنيء ده، الشح أخبث منه، أخطر منه؟ نعم. إيه الفرق؟ خلي بال حضرتك، البخل، البخيل هو من يبخل بما يجب عليه أن ينفقه من زكوات ونفقات. رجل بخيل لا يخرج حق الله في ماله، يمسك على نفسه وعلى امرأته وعلى أولاده، أعوذ بالله، معاه خير، ربنا موسع عليه، لكن الأولاد عايشين في ضنك، الأولاد عايشين في فقر. هذا هو البخيل. أدي حق الله تبارك وتعالى. يقول لك: والله يا شيخ أنا خايف لو طلعت للزكاة المال هيقل. والله العظيم لطالما سئلت: معقول يعني لازم أخرج الزكاة في المال كل سنة؟ كل سنة أخرج من كل 1000 25 جنيه، 25 جنيه. من الذي تكرم عليك وتفضل عليك وأنعم عليك؟ كل 100 جنيه 2 جنيه ونص، 2 جنيه ونص على كل 100 جنيه ربنا رزقك بيها، لتطهر نفسك ولتزكي نفسك ولتنمي هذا المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هو ربنا جل وعلا يحتاج إلى المال الذي أنفقه علينا. يا ابن آدم أنفق عليك، والحديث في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق عليك. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فالبخيل هو الذي يبخل بما عنده، بالواجب الذي عليه، إما بالزكاة المفروضة عليه في ماله، وإما بالنفقة المفروضة عليه لزوجته وأولاده. الولد محتاج، لكن مسكين يقول لك أنا خايف على المال. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الشحيح بقى أخبث، أعوذ بالله. ليه؟ البخيل هو الذي يبخل بالواجب الذي عليه، والشحيح يبخل بما عنده ويطمع فيما عند غيره. أعوذ بالله، دي صفة تانية ذميمة. يعني بخيل وشحيح. الشحيح بخيل وشحيح. يعني الشحيح أستاذ للبخيل،
البخيل يبخل بما عنده، والشحيح يبخل بما عنده ويطمع فيما عند غيره، كمان مش عاوز يعطي، لا وعاوز اللي عند غيره. أعوذ بالله. شوف رب العزة يقول إيه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق، من يقيه الله تبارك وتعالى شح نفسه، هذا هو الذي أفلح ونجح ونجا في الدنيا والآخرة. اسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى، أعطى عمال ينفق، الله أكبر، لا حسد إلا في اثنتين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة، مش بمعنى تمني زوال النعمة، لا، بمعنى الغبطة أن تتمنى أن يرزقك الله عز وجل ما رزق به غيرك من أصحاب هاتين النعمتين. إيه هما؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو الذي يغبط، رجل ربنا أنفق عليه ووسع عليه وأنعم عليه، هو كذلك ينفق في الليل والنهار. من الله عليه بالقرآن، لا يفارق القرآن في الليل والنهار، في السيارة يسمع قرآن أو بيقرأ قرآن، في المكتب أول ما يبدأ العمل يبدأ بقراءة القرآن، في الليل ممكن لا ينام إلا على القرآن، ما شاء الله، فهو يقرأه، يقوم به آناء الليل وآناء النهار، في وسط النهار في أول يقرأ القرآن سواء من كتاب الله أو من حفظه. هذا هو الذي يغبط. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إيه الحسنى دي؟ الحسنى هي كلمة الحق في القرآن والسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله، هتجد كل الأمور عنده ميسرة. عاوز يقوم بالليل يقوم الليل ميسر، عاوز يزور الرحم يصل أرحامه ميسر، عاوز يشتغل ميسر، عاوز يروح كل الأمور ميسرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر. هتلاقي الأمور كده ربنا ميسرها له، ربنا جمع عليه شمله. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. مش قادر يعمل حاجة، له قادر يقيم الليل وله قادر يقرأ القرآن ولا قادر يعمل، شتت الله عليه شمله ومزق عليه الشمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. برضه هتفضل تجري شمال ويمين، وتترك الصلاة وتضيع حق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لن تحصل من الدنيا إلا ما قدر لك من يملك الدنيا والآخرة جل جلاله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طب خلي بالك من الثانية، الصورة المقابلة: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي كذب بالحق الذي ذكر به من آيات الله ومن كلام الصادق رسول الله. فأما من بخل واستغنى، استغنى عن الأجر واستغنى عن فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا خسران والله في الدنيا والآخرة. وكذب بالحسنى أي بما ذكر به من قرآن وسنة فسنيسره، لكن فسنيسره للعسرة. الأمور متعسرة، فيه تضييق، فيه ضيق في الصدر، فيه ضيق في القلب، فيه ضيق في المكان. ازاي يا عم الشيخ ده ساكن في قصر، ده ساكن في قصر، والله العظيم يشعر أنه يختنق. ولو كان في بستان في حديقة غناء يشعر، بيقول لك أنا مخنوق. الله، ما تسمعهاش دي، يقول لك أنا حاسس أن أنا بتخنق، مخنوق يا أخي، عايش في نعيم ده. لأن قضية السعة والضيق يا إخواننا ليست في الأماكن ولكن في الصدور. عشان كده رب العزة بيمتن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة ويقول: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك.
شايف نعمة شرح الصدر نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد، أن تشعر براحة البال وطمأنينة النفس واستقرار الضمير والهدوء، وأن تشعر بالرضا. يا سلام على نعمة الرضا، يا سلام. ممكن يكون إنسان في غرفة واحدة وحمام أعزكم الله، أو شقة غرفتين، ومعاه الزوجة ومعاه ولدين، عايش في نعمة وعايش في رضا وعايش في نعيم، وآخر يعيش في قصر لكن حاسس أنه مخنوق، لا يشعر بالراحة ولا بالسعادة ولا بالطمأنينة إطلاقا. أن القضية السعة والضيق ليست في الأماكن وإنما في الصدور. أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يملأ قلوبنا ونفوسنا زكاة ورضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا الله، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم. يا الله، ده كلام ما يقولوش إلا النبي محمد، كلام ما يقولوش إلا من أتاه الله جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. خلي بالك من الظلم. أنا ذكرت نفسي وأحبابي بالأمس، وأذكرك اليوم، وأذكر نفسي أيضا، لأن خلي بالك أن بعض أحبابنا حين يسمعون مثل هذا الحديث يقول لك: أعصوا الكلام ده مش لينا، ده الكلام ده المسؤولين، الكلام ده المسؤولين. لا لا لا، ده ليا والحضرتك يا أختي. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. قد أظلم نفسي، قد أظلم امرأتي، قد أظلم أولادي، قد أظلم جاري، قد أظلم إخواني، بغيبة، بنميمة، بقذف، بشتم، بسب، بضرب. فالكلام للجميع، للمسلم العادي وللمسؤول أيا كان مركزه وأيا كان موقعه. الظلم ظلمات. اتقوا الظلم. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية بسبب وقوعكم في الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة كما في صحيح مسلم، بيقول لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: عارفين المفلس طبعا، من لا درهم له ولا متاع، أكيد هو ده المفلس اللي ما معاش فلوس. قال: لا 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 إطلاقا. اسمع ماذا قال الحبيب المربي والمعلم والأسوة والقدوة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ده مفلس؟ ده يبقى مفلس؟ أيوة. إمتى؟ لما يقع في الظلم، يبقى كل ده ملوش قيمة. إزاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أي من سيئات من ظلمهم في الدنيا، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، نهاية الظلم نار. نار. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله العظيم ما حد هينفعك، والله العظيم ما حد هينفعك، أقسم بالله. راقب ربك سبحانه وتعالى. ستعرض وحدك بين يدي ملك الملوك، هتقول له ايه؟ ضربت ده ليه؟ وشتمت ليه؟ وقتلت ليه؟ قتلت ده ليه؟ سفكت دم المسكين ده ليه؟ الحياة دي مش ملكك انت عشان تقضي عليها وقت ما تشاء لمن تشاء، إنما هي ملك لله جل وعلا. هتقول إيه لرب العزة؟ ماذا سيكون جوابك إن وقفت أمام خصومك
بين يدي الحق تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة بعد ما رجعوا من الحبشة، بيقول لهم حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. أعجب حاجة شفتوها هناك إيه؟ والحديث رواه أبو يعلى وغيره بسند حسن. فقال أحد الصحابة يا رسول الله بينما عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز تمشي وهي تحمل على رأسها جرة قلة مية. قال فجاء شاب من خلفها فدفعها في ظهرها دفعة قوية فانكفأت على الأرض على ركبتيها فاعتدلت واستوت في جلستها بعدما انكسرت جرتها، القلة اللي على رأسها انكسرت. قالت فنظرت إلى هذا الشاب وقالت له سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله عز وجل كرسيه يوم القيامة سوف تعلم مكاني وسوف تعلم مكانك عنده غدا. النبي قال صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ مش ممكن. الأمة اللي ينتشر فيها الظلم أمة محكوم عليها بالخسران في الدنيا والآخرة. اسمع العبارة دي وهي من أرق وأجمل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. يا الله، مش ممكن والله يا أخوانا، شيء يعني يطيش العقل، والله شيء يرعب. دولة الكفر بس قايمة على عدل دي تقام، ده كافرة تقام. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ظلم بشع مر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خلي بالك، ما فيش هناك لا أموال ولا جاه ولا كراسي ولا مراكز ولا مناصب ولا سلطان، لا، ده حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. يا ربي يا الله، لتؤدن، وفي لفظ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. هنقف بالتفصيل عند القصاص، لنا وقفة كاملة إن شاء الله تعالى، وأنا أتحدث عن مراحل الساعة عن القصاص. موضوع جليل، موضوع كبير، موضوع خطير. القصاص حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني شاه جماء بدون قرون نطحتها شاة أخرى بقرون، سيقتص من هذه يوم القيامة. مش ممكن. ده في المواشي، في الأنعام، فما ظنك بالخلق، ما ظنك بالناس؟ والله العظيم لن تدخل الجنة أبدا وعندك مظلمة لأحد إخوانك. مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم. فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أهدى، أي أعلم بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم. سبحان الله، الشح إنسان عنده بخل وعنده جشع وعنده طمع، ومع ذلك طمعان فيما عند غيره، طمعان فيما عند غيره، فلا يحمله على إيه؟ ما فيش مانع يقتل، ما فيش مانع ينتهك المحارم، ما هو والعياذ بالله جشع، مش مكتفي بإمساكه، لا، عاوز المزيد ولا حول ولا قوة إلا، عمال يقول هل من مزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يا حبيبي دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. كنت في زيارة في أمريكا، وبعدين إخواننا قالوا لي يا شيخ فيها الراجل ده ربنا موسع عليه وعنده سوبر ماركت ضخم جدا إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك. الراجل ده ما صلاش أبدا وما ساعدناش أبدا ولا بدولار واحد في أي عمل من أعمال الخير في المركز. قلت له طب ايه المطلوب؟ قال له تعالى معانا ذكره كده بالله وبحديث رسول الله، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلبه على كلماتك، يلا بنا. فذهبت معهم إليه. السلام عليكم يا فلان. عليكم السلام. رجل مسلم عربي وربنا موسع عليه، وقعدت اقول له قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. وفي الاخر قال لي يا شيخ محمد، قلت له قال لي ما تتعبش نفسك. قلت له جزاك الله خيرا، ريحتني، انت جبت من الاخر كما يقول احبابنا في مصر، انت جبت من الاخر. قال لي ما تتعبش نفسك. وبعدين لقيته بيقول لي لما حس ان انا زعلت كده، قال لي شوف يا شيخ انا اوعدك. قلت له خير ان شاء الله. قال لي اوعدك لما ارجع بلدي والله لابني مسجدا لله عز وجل، وهتفرغ فيه بعد كده بقى للصلاة وللطاعة وللعبادة، تشيلش هم. قلت له جميل، هات ورقة وقلم بسرعة. قال لي خير ما تخافش. قلت له ما تخافش، هات ورقة وقلم. فجاب، قلت له يلا نكتب. قال اكتب ايه؟ قلت له هنكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، ما يجيلكش إلا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة وللعبادة. فضحك وفطن إلى ما أود أن أقول له. قال لي تصدق بالله يا شيخ محمد؟ قلت لا إله إلا الله. قال لي والله يا مولانا أنا هنا بحب الدولار ده بشكل، والله يا شيخ محمد أنا لما بتجيلي حالة صداع أقوم مطلع الورقة أم $100 دي أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له أنت عبد للدولار، أنت عبد للدولار، كما قال النبي المختار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يا الله، الدولار قبلته وكعبته، هو عايش من أجل الدولار، عايش من أجل المال. يا أخي الحبيب اجمع من المال ما شئت، وهتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن هذا الموضوع. اجمع بس بشرطين، اجمع بالحلال وأدي حق الكبير المتعال. أنا ما بقولش إن إحنا نشتغل بقى شغل دروشة ونسيب الدنيا لغيرين، لا إطلاقا، ونبدع ونعمل وننتج ونعمر و إلى آخره، بس بالحلال، لأن إحنا لنا دين يضبط مشاعرنا ويضبط أعمالنا ويضبط أموالنا، وله حكم في كل سكناتنا، في أقوالنا وأفعالنا، بل وفي مشاعرنا وعاطفنا. الدين يحكم كل شيء فينا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الشح بخل، وفي نفس الوقت طمع فيما عند الغير. طيب عشان الوقت خلاص أزف، أختم بقى الحلقة بحديث جميل رقراق، وأنا كنت ناوي يعني أتكلم في كمان على 200-3، لكن الوقت أزف. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأوقات. وأنا كنت بتكلم عن تقارب الزمان، وبالفعل الساعة يعني مضت كاحتراق الساعة، فوالله ما بعرف الساعة بتخلص إمتى. أسأل الله أن يرزقنا يكم البركة في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب أختم بقى الحلقة التي بحديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. خلي بالك، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا ل4 نفر. خلي بالك عشان تعرف حقيقة المال بقى اهو. إنما الدنيا ل4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، يا رب اجعلنا وإياكم منهم.
عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال أي من أعمال البر والخير، قال المصطفى فهو بنيته فأجرهما سواء. يا سلام على البشرى الجميلة دي. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، يعني بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية كمان، يا رب سلم. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. واتقوا الشح، أنفق ينفق الله عليك، لا تبخل، فوالله المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنت في شهر الجود والبر والكرم والخير. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الأحبة، من علامات الساعة كثرة التجارة وتقارب الأسواق وانتشار الربا وقبض العلم وظهور الجهل والتماس العلم عند الأصاغر. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.